انا مش ناوي ارجع البيت تاني يا شريفه. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ طب ازاي؟ الله، يعني معنى كده بقى انك مش هتكمل المدرسه ولا هتاخد الدبلوم ولا حتى ما باليد حيله يا شريفه. الله، وبعدين يا رأفت؟ وبعدين يا اخويا؟ انا عمري سقطت في المدرسه؟ ما هو ده اللي محزنني. لما خدت الابتدائيه كنت من 10 الاوائل، ومع ذلك سليم اخويا ما رضاش يخليني اكمل ثانوي. قال ايه؟ ما عندوش مقدره ماديه على انه يدفع لي المصاريف. منهم لله. ايوه صنايع، ده تجاره متوسطه. يا حبيبي ما انت كنت ناجح وعديت 4 سنين وما كانش فاضلك الا سنه واحده وتاخد الدبلوم، ايه اللي حصل لك؟ لعلمك بقى انا ما كنتش بنجح وبس، ده انا كنت بجيب الدرجات النهائيه في الانجليزي والفرنساوي وماسك الدفاتر كمان. وايه اللي خلاك تسقط 4 سنين ورا بعض؟ ليه؟ امتحان وملحق امتحان وملحق. لان اخوكي ما بيعجبوش نجاحي، بيستفزه ان اجيب الدرجات النهائيه. ايه بس الكلام اللي بتقوله ده يا رأفت؟ معقوله تقول على اخوك كده؟ مالكش حق. امال بيعمل فيا كده ليه؟ وخصوصا بعد ما اتجوز. معلش يا اخوي، مصارين البطن بتتعارك. ايوه يا شريفه، مصارين البطن بتتعارك، لكن ما بتطردش بعدها بره البطن. طب اصبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا رفيق، جيت بدري يعني. انا جاي اغير وراجع الاشلاء تاني. ازيك يا رافض؟ بسم الله يا كابتن. شكرا. ادخلي مع جوزك يا شريفه، انا مش غريب. اسمعي يا شريفه، هي كلمه ومش عاوزه تانيها تاني. الواد الصايع ده ما يدخلش بيتي، انا راجل ليا سمعتي. طب وطي صوتك لا يسمعك الله يخليك. ما يسمع، انا بقى عاوزه يسمع ويفهم ويحس، ده اذا كان عنده احساس اصلا. طب اسكت. انتي تعالي هنا. الو جوز، فين باسبور؟ فين؟ اهو. فين باسبور؟ كله تمام؟ يس جوني، كله تمام وعهد الله كله تمام. في حاجة كلفتي؟ من العربية قدامك يا جوني، ما تفتشها بنفسك. ادي وعهد الله تمام، معاه باسبور. طيب يا زيد. كام داون هير. كله تمام، عهد الله كله تمام. Look here. What's your name? Johnny. Good, Johnny. Look here. I'm not working with them. You see, I am a passenger. Where is your passport, sir? Yes, it's my passport. It's mine. Thank you. Nothing. Yes. What is your name? Pratt, Johnny Pratt. What is your name again? Johnny Pratt. Is there anything wrong? باسبورجي بتاع مين كلفتي؟ وده كان ديفيد،
بالظبط، كان رأفت. والباسبور؟ كان مزور والعرق كشف التزوير. وطبعا قبضوا عليه. وده كان في نفس اليوم اللي كان فيه حسن صقر ومحسن ممتاز بيبحثوا فيه فكرة زرع إنسان مصري في المجتمع الإسرائيلي. وطبيعي ما كانوش يعرفوا عنه حاجة ولا عمرهم سمعوا عنه. طب ازاي وصلوا له؟ ازاي التقوا بيه؟ بعد أكتر من 6 ساعات ما كانوش وصلوا النتيجة. وكان المتعب في الأمر إنهم كانوا كل ما يوصلوا الحل يلاقوه ما ينفعش، وبدأوا يحسوا بضغط قلة الخبرة وعدم معرفة عشرات ومئات الأشياء اللي كان لازم يعرفوها عشان يقدروا يتعاملوا مع الآخرين. اسكندر اليهودي نافع، ولا الطابور الخامس هيجيب نتيجة، ولا اللي من جنسية تالتة ممكن تضمن ولاؤه، ولا العربي اللي عايش جوه إسرائيل، لأن العربي اللي عايش هناك محكوم بحصار قوي. قريت التقرير اللي جاء على الحكاية دي؟ أيوة قريته. قريت إن في مدن إسرائيلية فيها مناطق ممنوع العرب دخولها، وإن في وظائف ممنوع إنهم يشتغلوا فيها. إزاي واحد محكوم بحصار قوي بالشكل ده يقدر يتحرك ويتحرى ويجيب لك معلومات؟ يبقى مفيش غير سكة واحدة. دلنا عليها. إني أنا أعملها بنفسي. ما ينفعش. لا ينفع يا أخي. ما ينفعش يا محسن. إذا كان على الولاء ما عنديش غير ولاء واحد خدته مصر من يوم ما اتولدت. إذا كان على الفدائية، الله تقفلها ليه يا أخي؟ أنا مش بقفلها. أمال إيه؟ بتشك في ولائي ولا ما إيه؟ تبقاش مجنون. مش أنت بالذات يا محسن. الفدائي عموما لا يصلح. إزاي بقى؟ إحنا كنا بنقول إن أيوة كنا بنقول إن العملية تتطلب واحد فدائي، لكن فدائي من نوع خاص. أفدني يا أفادك الله. فدائي يبقى رايح وعارف إنه رايح عشان يموت، إنما مش لازم يموت أبدا. مش ده كلامك؟ هو الفدائي لازم يموت؟ مش فاكر يوم سينما شانتكلير في السويس؟ الله، احنا في ولا في يا أخي؟ فاكر يوم سينما شانتكلير يا محسن؟ النهارده السبت، والانجليز بيسهروا ويسكروا وياخدوا راحتهم شويه، وكمان دورياتهم بتقل كتير. عشان كده انا عايزك تطلع من هنا على السويس على طول. في قطر بيقوم الساعه 4، يوصل بكتير الساعه 6. الساعه 8 تكون في بار سينما شانتكلير. من 8:30 ل9 جابر هيكون هناك. كده يا عيني عينك. جابر هيخش وهيقف جنبك لكن مش هيكلمك. انت كمان تتظاهر بانك ما تعرفوش خالص. امال اعرف ازاي اذا كانت شحنة المتفجرات جاهزة ولا لا؟ اذا جابر طلب بيرة تبقى العربية جاهزة، اما اذا طلب اي حاجة تانية تقوم تقف وتخرج من باب البار بشكل طبيعي جدا، وترجع على مصر في نفس الليلة. النسخة التانية من مفاتيح العربية معاك؟ ايوه معايا. اذا جابر طلب بيرة تستنى شوية وتقوم ترقص لك رقصة اذا حبيت، وتخرج تلاقي العربية في المكان المتفق عليه، تركب وتطلع بيها على القصاصين على طول. طب خطة الهجوم على المعسكر؟ هتوصلك لما توصل كفر عبده ان شاء الله. طب وليه اللفة دي كلها؟ انت عارف الانجليز اليومين دول مفتحين عينيهم حبتين، عايشين في حالة رعب اسمها الفدائيين، وعشان كده بيغيروا نظام الحراسة كل يوم والتاني. في خلال 24 ساعة هيوصلك خطة الهجوم على المعسكر والنظام الجديد والميعاد، تقدر تعدل فيه حسب ظروفك. المهم الأهداف تدمر إن شاء الله. بس لاحظ إن أجازتي هتخلص بعد 3 أيام. أنا مش عايزك تفكر في أي حاجة تانية يا محسن غير في العملية دي وبس. أي أسئلة تاني؟ خليها على الله. محسن، عايزك تحط أعصابك في ثلاجة، بلاش العصبية الزيادة عن اللازم دي. ولا يهمك. ربنا معاك.
Take off your hand. Sorry, sir. You dirty Egyptian. مصر يا قذر، يمسك القذر يا كلب. ايوه يا اخي حصل، انما ليه؟ من غير ليه؟ الله، ما انا ما يشتمني مش مهم، انما لما يشتم مصر لازم ياخد جزاؤه. وانت في اسرائيل هتسمعهم بيسبحوا بحمدنا. ها؟ عايز تقول ايه؟ اذا كنت انت بوظت عمليه من اهم العمليات الفدائيه عشان واحد شتم مصر، تقدر تقول لي لما تروح اسرائيل وتنزرع هناك وكل شيء يبقى تمام، وكل يوم الصبح تلاقي الجرايد والاذاعه والنقابات والناس في كل ثانيه بيشتموا مصر، تقدر تقول لي هتعمل ايه؟ لا يا محسن، الفدائي لا يصلح. الله، ايه على فين؟ خارج. الله، ما احنا لسه ما مش قادر اسمع ولا كلمه. مش نخلص مناقشه الاول مش يا اخي. هتخلص. اسمع بس يا حسن. ما تتعبش نفسك، انا خلاص مخي هيطق هيفرقع، واذا انت كائن متيقظ على الدوام فانا مؤمن بالقول المأثور ان لبدنك عليك حق. حسن اسمعني بس. بس يا اخي ما حدش قال لك ان العقل السليم في الجسم السليم. ولعلمك الشخصي انا نازل وسط البلد، عايز اشوف الناس اللي ما شفتهمش بقالي شهور، عايز امشي في وسطيهم، عايز ادخل مطعم ظريف اكل لقمه حلوه، عايز اتنفس يا محسن.